ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فيديو جديد مع بعض. بقالنا كتير جدا، حوالي شهر بالظبط ما نزلتش فيديوهات. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا مقفوله قوي من يوتيوب. نفسي مسدوده جدا عن التصوير. الريتش كان واقع قوي في رمضان، فانا بصراحه من رمضان انا ما صورتش. يعني حابه بقى ان احنا ندخل كده مع بعض ان شاء الله في يوميات جديدة وروتينات جديدة، هنشجع بعض ان شاء الله. يعني حاسة ان انا كده عندي حبة حماس سيكا كده اليومين دول، ان انا بقى ايه، اصور وكده وانزل لكم فيديوهات. اتمنى يعني الريتش ما يبقاش واقع برضو اليومين دول كده، مع ان في رمضان المفروض يبقى الريتش يعني عالي كده وحلو وظريف كده في رمضان، مع اني الفكرة ان هو يبقى واقع في رمضان مش عارفة، مش عندنا بس بصراحة، يعني انا خدت بالي ده عند الناس كلها. تمام، المهم النهارده هنعمل كده فيديو ظريف لطيف من على السطح. تمام. بصوا النهارده هنعمل قرنبيط، او في ناس تقول عليه قرنبيط، او في ناس تقول عليه اسامي كتيره. المهم ان انا اوريكم شكله دلوقتي. حطيت كده حبة ماء على البوتاجاز، وحطيت فيهم حبة ملح، وحطيت فيهم القرنبيطة. تمام. بعد كده جبت بيض، وجبت توم، وجبت شطة، وجبت خضرة معايا، بصل، بقدونس، كزبرة، اي خضرة عندك. حطيتها كده بقى على ظهرها، ومثلا استنى لما اللون اللي تحت اللي كده يغير زي ما انتم شايفين كده، احس ان هو استوى، وابدا اقلبها على وشها. بحطها على ظهرها الاول، عشان اللي هي العنق بتاعها ده بياخد وقت اكبر في التسويه عن الوش. تمام. آه يعني انا عايزه اقول لكم ان انا ما قلتش المقدمه بتاعتي. انا قلت ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. تعالوا بقى النهارده قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ونخش في المفيد، تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كله يصلي على النبي في الكومنتات. اتمنى بقى ان الفيديو ده يرفع، والفيديوهات ترفع كده، والقناه تكبر وتعلى، ويبقى كده يعني الواحد يصور بقى كل يوم بقى وكده. وقلة التفاعل بتخلي الواحد كده ان هو يهبط. يعني عايزه اقول لكم لو في تفاعل، الواحد هيبقى عنده، هيشجع كده ان هو يصور، ويبقى عنده حماس كده ان هو يعمل لكم حاجات كتيره قوي. لكن مفيش بقى تفاعل، فالواحد بصراحه عارفين انتوا بقى اما تنفخوا في بالونه، تنفخوا وتروحوا سايبينها كده تروح عامله فس. انا كده انا كده يعني تحس ان انا اتعمل لي فس كده في رمضان، لما ايه بقيت بصور ومنتج وانزل، والاقي ان الفيديوهات ما بتجيبش مشاهدين. تمام. المهم حطيت كده، جبت الخلاط، حطيت فيه 4 بيضات، حطيت قرن شطه، حطيت اللهم صل على سيدنا محمد، دقيق، وحطيت نشا وشطه زي ما قلت لكم، وتوم، وتوابل، وملح. تمام. هي دي الحاجات اللي احنا بنحطها. ممكن ما تحطيش بيض خالص ولا بيضه. وعلى الخلطه الجميله دي كلها تروحي وشبت وكزبره طبعا الحاجات من دي، وتروحي حاطه حبه كركم، حبه كركم صغيرين قوي كده، يعني حوالي ايه، ربع معلقه كركم. تمام. او حسب الكميه اللي عندك هتديكي نفس اللون ده كده، وهيبقى معاكي احلى واجمل قرنبيط في الدنيا. كده انا ممكن تحطي الخلطه، الشبت والبقدونس والحاجات دي في الخلاط، وممكن تحطيها زي ما انا عملت كده. نعم مام، حاضر. وممكن تحطيها، ممكن تحطيها في الخلاط، وممكن تعملي زي ما انا عملت كده، تقطعيها كده رفيع وتحطيها على الخلطه. ممكن تعملها، انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده. تمام. تعالوا بقى نطلع ناخد الحاجات دي كلها ونطلع فوق على السطح. بصوا بقى هنا بقى في وسط الزرع والخضره والجمال اللي انتوا شايفينه ده، هنزرع ايه؟ هنقلي مع بعض القرنبيط وهنتغدى على السطوح. تمام. طبعا الخلطه زي ما قلت لكم، الخلطه ايه، الخلطه بيض وشطه وتوم وتوابل ونشا ودقيق وخضره اللي هي الشبت والكزبره، البقدونس والتوابل والملح. بس يا بنت. طلعت بقى على السطح زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كنت عماله عايزه احط لكم الطاسه كده في مكان يبقى ظاهر مع الزرع حاضر هجيب لك ماما، حاضر. مش راح تجيب، بس مش عارفه، يعني مش عارفه اظبط ال يعني ايه الزاويه بتاعه التصوير، ان انا اجيب نعم حاضر. ان انا اجيب التصوير اللي هو القلي مع الحاجات اللي ورا دي.
بس يعني ايه شويه كده، وهحاول اظبطها لكم كده واوريكم كل الزرع مع الآلية بقى كده، حاجه كده تشرح القلب الحزين. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت عايزه اشيل البوتاجاز بقى. ماما انا عايزه اعرف ان انا بوقف التسجيل بتروحي ساكته، اشغل التسجيل تفضلي تتكلمي وتقولي ماما ماما. اهي بصل التليفون ولا بسجل. المهم النهارده الاكله بتاعتنا مش مكلفه خالص خالص. اي نعم فيهم 4 بيضات. مثلا البيضه مثلا ب5 او ب6 جنيه، ف4 في 6 ب24، 25. ومعانا هنا، ومعانا بقى وحدة القرنبيط ممكن تجيبها مثلا ب10 بقى ب15 ب20 على حسب كل واحد مكانه فين يعني. تمام. وربطة شبت مثلا معانا حزمة مثلا خضرة ب2 جنيه من ده على ده مشكلة. وحبة دقيق طبعا هيبقى من البيت، وقرن شطة من البيت، قرنين مش قرنين بقى، فصين توم من البيت. يعني كل التكلفة كلها البيض والقرنبيط اللي هو ممكن يخش لنا مثلا في 35 جنيه. وعملنا أكلة حلوة كده وجميلة، وقضينا بيها يوم حلو كده وظريف ولطيف، من غير بقى ولا لحوم بقى ولا حاجات مكلفة ولا الكلام ده كله. تمام. بصوا بقى القرنبيط هنا اصفر بقى وجميل ازاي تحفه ازاي. عايزه اقول لكم ان البيت موكا دي بتيجي اول ما بسجل ثانيه بيت بتفضل تتكلم 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 تتكلم. اول ما بوقف التصوير وتلاحظ كده ان انا مش بسجل ومش مركزه مع التليفون، ابص الاقيها تروح ساكته كده، تبقى معموله صامت مش عارفه ليه. ماشي. هنا بقى بصوا بقى اللون جميل ازاي، تحفه 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 تحفه. بصوا ممكن بقى ان انا اقرمشه قوي. انا بحبه وسط، مش بحبه مثلا ولا هو مثلا اللي ابيض قوي ولا اللي هو مقرمش قوي. انا بحبه كده متوسط، اللي هو اللون اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تكونوا فاهمين بتقول ايه. هنا بقى هنجيب بقى حبة بقى جرجير. تمام. عارفين انتوا بقى الجرجير اللي على السطح عندي، طبعا انا صورت معاكم كذا مرة الجرجير اللي عندي على السطح. بس يا بت مع الاكلة دي مع حبة سلطة كده حلوين، عايزة اقول لكم يا نهار ابيض، وعيش بقى بلدي خرابي بصوا بقى السيشن ده نعمل بقى مع بعض كده سيشن لطبق القرنبيط. حاجه كده اديله ادي. في ناس انا عايزه اقول لكم ان انا مش من عشاق القرنبيط، مش بحب القرنبيط قد كده، بس ممكن اكله مره مرتين في السنه، عكس الناس بتحب بتاكله مثلا مرتين في الاسبوع. وهنا بقى كنت عايزه اظبط لكم بصوا يعني الكادر بقى اللي هو عايزه كل زرع ده ورا والطاسه زي ما انتم شايفين كده، وان انا بقى اقلي بقى والكلام ده كله، ويبقى المنظر اللي انتوا شايفينه الخيال ده. تخيلوا لو انتوا قاعدين في مكان زي ده كده. بصوا عايزه اقول لكم المنظر تحفه 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 من هنا لحد بعد بكره. انا كان نفسي بقى اقعد بقى في الحته دي، بس الجو كان شمس او حر، فقلت لا انا يعني مش مغصوبه ان انا اقعد يعني هنا. ما انا بقى ممكن اقعد في اي وقت وبقعد في اي وقت يعني. القعده هنا بقى بالليل تحفه على السطح، الجو بقى طراوه وجميل ولذيذ قوي. هنشرب بقى برضو هنتغدى كده الغدوه بتاعتنا الجميله. هنشرب بقى حبه كده شاي بالنعناع. عايزه اقول لكم اللي ورا ده كرنب، واللي جنبه في الطبق البنفسجي ده نعناع، واللي وراه في القصريه السمرا دي نعناع برضو، وفي بتنجان، وعندنا الحمد لله يعني من خيرات الله كده حاجات جميله، وفي شبت وكزبره وبقدونس واشجار كده زينه. بس مش ده كل الزرع اللي عندي، لا في تانية، في اشجار تانية دي جهنميه، ومعاها كده شجره زنزل. الحمد لله يعني. عايزه اقول لكم ان الزرع ده راحه نفسيه رهيبه. هنا بقى كنت خلصت عملت بقى السلطه، وكان في مقطع ان انا حاضر 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 اجيب حبه جرجير من على السطح واعملهم على السلطه، بس المقطع ده ما جاش، مش عارفه راح فين، مش عارفه اتمسح ولا العيال ودوه فين مش عارفه. المهم عملنا سلطه كده، طبقين السلطه الحلوين دول، وطبقين اسمه ايه القرنبيط اللي انتوا شايفينهم دول، وعيش بلدي بقى كده. والحمد لله الف حمد والف شكر ليك يا رب.
واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. اتمنى يعني يرفع كده بقى، ونبدأ مع بعض كده فيديوهات تانية كتيرة بأفكار كتيرة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. مع السلامة. حطوا لي بقى لايك.